وكلشي كياخدو على حساب الجمل. كيكتشف باللي انه كيحبس التساقط وكيدير الكثافه ديال الشعر، واي واحد خداه راه غادي يكون متفق معايا في هذا الشيء هذا. اي واحد مجربو غيعرف باللي هذا راه تيحبس التساقط وتيدير الكثافه، وهو اختصاصي في الجمل 100%. عاد تقول لي اش من علاقه بانه كيحيد الجمل وكيدير الكثافه وكيحبس التساقط؟ وكنظن 100% كلشي عارف باللي ديك البوماده اللي كانت فيرموغان حتى هي كانت دير الجمل، ولكن الناس كانوا كيقولوا مزيانه للشعر، يعني فيها نفس دوك المواد اللي في هذا سميتو تيقولوا له زيتا. يعني هذيك الماده انا نشرح لكم علاش عنده علاقه هو ديال الجمل وعنده علاقه بالتساقط والكثافه، حقاش فيه مواد سامه. هذيك المواد السامه هي اللي كتقتل الجمل، وهذيك الماده ملي كنديروها في الفروه ديالنا شنو كدير هذيك الماده؟ هذيك الماده كتفتح لينا العروق والبصيلات وكتدخل لنا الدم يعني بسرعه في الراس، بحال كنشرطوا بالزيزوار ولا كنديروا الماساج في راسنا. يعني الدوره الدمويه ديال الفروه كدور، يعني تما تيحبس التساقط وكتكون الكثافه. هذا هو الدور ديال هاد الماده اللي كاينه في هذا. يعني الجمل راه غيتحيد 100% والكثافه والتساقط غادي يحبس، ولكن علاش هو رخيص والناس كتمشي كتاخذ حوايج غاليه بزاف مثلا بحال المينوكسيديل وكتاخذو غالي باش ديرو في شعرك؟ وهذا ما كيقولوش الناس باللي ما كيقولوش باللي هذا راه احسن من مينوكسيديل ولا حقاش هذا الا سمعوه الناس باللي كيحبس التساقط وتيدير الكثافه غياخذوه بزاف الناس وهما ما عارفينش الطريقه ديال الاستعمال، وفي ديك الماده سامه يعني الا درتيها بزاف يعني غتولي ضرر ما تبقاش تنفعك. داكشي علاش ودابا يعني اللي ما تعرفش الطريقه ما يقربش ليه. بالنسبه للدراري الصغار الطريقه ديال الاستعمال بالنسبه للدراري الصغار تيجيبوا القبل من المدرسه كيتعاداو. الطريقه ديال الاستعمال بالنسبه للدراري الصغار غنديروا واحد شويه مثلا نديروا غلاقه وغنزيدوا عليها واحد كاس الماء ديال اتاي وغنخلطوه نديروه في شي رشاش ونرشوه في شعرهم ونحاولوا على عينيهم ما يقيسوش في العينين. يعني مثلا شي طريقه بحال هكا ونرشوا عليهم مزيان ونخليوه واحد ربع ساعه ونغسلوه بالماء وشامبون عادي، ولكن ما يقيسوش في عينيهم ونديروا الطريقه 2 مرات راه ما يبقاش فيهم الجبن. وبالنسبه للناس اللي باغا تستافد منه من التساقط ومن الكثافه ممكن تخلطوا مع شامبون وتبقى تغسل به واحد المره ولا 2 في الشهر، يعني ماشي ديما. ولا ما بغاش يخلطوا مع الشامبوان يبقى يديروا مره واحده في الشهر، يديروا بوحدو مع الماء ويديروه في شعره ويخليه واحد نص ساعه ويبقى يغسلو مره واحده في الشهر. هذيك المره في الشهر راه تتفتح العروقه وتتحرك الدوره الدمويه ديال الفروه وتتحرك دوك البصيلات وغتستافد منه. يعني هذا الشيء علاش هذا راه معترفه به منظمه الصحه العالميه، راه معترفين به، ولكن راه ما كيقولوش باللي راه مزيان للتساقط والكثافه. باش كاين اللي عنده الحساسيه كل واحد وشنو عنده، يعني الا استخدموا بزاف راه ما ينفعوش يقدر يضروا. داكشي علاش وهذه هي الطريقه. واللي يحتاج شي حاجه مرحبا راه يصيفط ليا في الانستغرام ولا في واتساب ولا يسول في كومونتير. المهم الناس اللي كتعرفوا هذا راه كتشكروا بزاف. هذا راه هو الطوب و100% كيحيد الجمل والتساقط والكثافه. كاع اللي استعملوا تيقول لك التساقط حبس عندي والكثافه راه كاينه، يعني اللي تيعرفوا راه تيشكروه.